السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى دائما نلقاكم بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم هاد البسطيلة هادي اللي كتجي زوينة بزاف في المذاق ديالها وكتجي رائعة. وكنقول لكم اللي زار القناة ديالي أول مرة كنقول ليه مرحبا وألف مرحبا، وشارك في القناة وفعل الجرس باش يوصلوا أي جديد أنا حطيته. بقاو معايا باش تشوفوا طريقة التحضير والمقادير. بسم الله على بركة الله. درت الماء في الكاسرونة ودرتها على النار، ودرت 5 الفصوص ديال الثومه غير نقيتهم ودرتهم ما قطعتهمش، وجوج طروفات ديال الحامض وشويه الملحه على حسب الذوق. كما كتشوفوا معايا غادي نخلي هذا الماء حتى يغلى، طلع الغليه ديالو. وغادي ندير ان شاء الله الحوت عندي هنايا الكراميل، عندي نص كيلو، كل حاجه منها نص كيلو. غادي نديرو البنات كما كتشوفوا معايا راني مزربه الفيديو. من بعد ما تسلق معايا غير يتسلق، تحسوا به تسلق وطاب، غادي تحيدوه من الماء. دابا درت الميرنه. من بعد ما تسلقت البنات حتى هي زولتها كما كتشوفوا معايا. من بعد البنات غادي ندير الكروفيت كما كتشوفوا معايا حتى هو تسلق وزولته من الماء. كما كتشوفوا البنات هاد الحوت هذا الا سلقتوه راه كيبقى المذاق ديالو في البسطيله، كيبقى غزال المذاق ديالو، ملي كتاكليها كتبنني البنه ديال الحوت. انا ما نديروش في الزيت ونقليه، كنسلقه فقط. من بعد البنات درت الكروفيت اللي غادي نزين به البسطيله حتى هو سلقته. من بعد غادي نقليه في شويه ديال الزيت ان شاء الله. عندي هنايا القامه اللي غندير فيه، عندي هنا الربيع والمعدنوس و6 الفصوص ديال الثومه حكيتهم وحامضه معصره. غادي ندير هنايا 3 الملعقات صغار ديال الفلفل الاحمر او التحميره، 2 معالق صغار ديال الكمون، و2 معالق صغار ديال السكينجبير، و2 معالق صغار ديال الفلفل الاسود او الابزار. وغادي ندير البنات 2 معلقات ديال الهريسه وكاس ديال الزيت. بالنسبه للهريسه البنات انا راه ما كنبغيهاش تكون حاره بزاف، كاين اللي كيكون يبغي الحروره زيدوا ديروا 3 المعالقات ولا 4، انا راه كندير غير 2 حيت ما كنبغيهاش حاره. من بعد البنات درت الكركم او الخرقوم، وغادي ندير الملحه على حسب الذوق. كما كتشوفوا معايا غادي نحرك الخليط وغنديرو فوق من النار غير يغلى. البنات غادي تزولوه كما كتشوفوا هو سخن معايا الزيت. دابا غادي نطفي عليه النار وغادي نزولوه فوق من النار. من بعد كما كتشوفوا معايا راني خديت من هذيك القامه اللي قليت وغادي نديرها في الحوت اللي انا وجدته وسلقته. غادي نخلط مزيان القامه في هذا الحوت كما كتشوفوا معايا. وهذا الماء راني صفيته في الصفاي حيت انايا درت فيه الكروفيت بالقشور ديالو باش ما يبقاوش دوك القشور ديالو طايحين في الفيرميسيل. راني صفيته عاد سلقت فيه الفيرميسيل. كما كتشوفوا معايا داك الماء راه شربت الفيرميسيل كله، يعني داك الماء اللي تسلق فيه الحوت فيه المذاق ديال الحوت باش انا سلقت الفيرميسيل، وكتولي حتى هي المذاق ديالها ديال الحوت. من بعد البنات راه قطعتها كما كتشوفوا بالمقص باش ما تبقاش طويله، كلها غادي نقطعها، غادي تولي قطيتيع صغير كما كتشوفوا معايا. من بعد ما وجدتها خويتها في المقله، وهذيك المقله راني صفيت واحد شويه ديال الزيت درتوه في الجبانيه باش غادي نديرو في الورقه ان شاء الله. غادي نحرك مزيان هاد الخليط هذا حتى غادي يندمج معايا. من بعد ما وجدت كلشي دابا غادي نبدا ندير الورقه في الطاوه باش غادي ندير البسطيله ديالي ونقادها ان شاء الله. من بعد البنات ما قاديت كلشي كما كتشوفوا معايا، راه درت دابا داك الزيت اللي قلت لكم زولته دهنت به الوسيط. ودابا غادي ندير الفيرميسيل نفرشها هي لتحت كما كتشوفوا، وغادي ندير الحوت كله من الفوق. من بعد ما قاديتها مزيان دابا غادي ندير الحوت
كل الحوت غادي نديرو غير من الفوق. يعني هاد البسطيله البنات راه غير بالحوت، ما درت فيها حتى شي حاجه اخرى. كاين اللي كيدير فيها الفرماج، كاين اللي كيدير فيها بزاف ديال الحوايج. انا ما درت غير الحوت بوحديتو. كما كتشوفوا معايا هاد الحوت بوحديتو راه كيجي رائع البنات. كتحسي بانك كتاكلي في البسطيله، كتحسي بالبنه ديالها. من بعد ما قديت كلشي دابا غادي نلفف البسطيله ديالي، وانا كندهن بالزيت اللي خليته من الاقامه. كما كتشوفوا غادي نقادها مزيان البنات. راه تقطعت ليا الورقه وما بقاتش عندي الورقه. علاش انا كندير الزيت؟ حيت الزيت ما كيخليش الورقه تفرتت ملي كتبدا طيب، كتبقى يعني كتحمر وكتجي مقرمشه، ولكن ما كتدكدكش مع ملي كنديروا الزبده كتبدا تدكدك لينا هذه الورقه. من بعد البنات كما كتشوفوا راني قاديتها مزيان ودهنتها من الفوق بالزيت، ودابا غادي ندخلها الفران باش طيب ونوريكم الشكل النهائي ديالها. من بعد البنات غادي ناخذ داك الكروفيت اللي انا سلقته بيله، غادي نقليه بشويه ديال الزيت باش نحمرو للتزيين. غادي تبقاو مقابلينه باش ما يتحرقش، وتبقاو تقلبوا فيه حتى يتحمر مزيان عاده باش تزولوه من فوق من النار. كما كتشوفوا معايا البنات راه بدا كيتحمر، ودابا راني زولته فوق من النار وخرجت البسطيله ديالي. من بعد ما طابت خرجتها من الفران كما كتشوفوا معايا، ودابا غادي نشكلها من الفوق بهذا الكروفيت. كما كتشوفوا معايا غادي نقادو مزيان، ندير الوسط وغادي ندير الجوانب. كما كتشوفوا معايا شكلتها بالكروفيت. هاد البسطيله البنات راه كتجي رائعه في المذاق ديالها. كتحسوا بانكم كتاكلوا الحوت والبنه ديال الحوت كتكون فيه. اما الا قليتوه في الزيت راه ما كتبقاش ديك البنه ديال الحوت نهائيا. من بعد البنات غادي نزينها من الوسط ديالها بالحامض اللي قطعته على هذا الشكل هذا. غادي نقادو على هذا الشكل كما كتشوفوا معايا. من بعد البنات ما شكلت البسطيله ديالي من الفوق وساليت كل شيء، هذه هي الطريقه ديال التحضير ديال البسطيله اللي وجدت معاكم، وهذا هو الشكل اللي شكلتها كما كتشوفوا معايا. وكنقول لكم شكرا بزاف بزاف على المتابعه ديالكم، وشاركوا في القناه وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد.